هعمل معاكم النهارده فيديو سهل وسريع. هعمل معاكم مكرونه بالبتنجان والانشوجه، طريقه حلوه ايطاليه بس جميله جدا. وهعمل معاكم النهارده المخ. كان بقالي فتره طويله جدا مش لاقيه في الجزاره بصراحه، او الجزاره انا كنت بروح في اوقات ما بتبقاش موجود فيها، فقلت لازم بقى اعمله معاكم النهارده. طبعا اكيد انا عملته امبارح تمام، فالنهارده انزل لكم الفيديو. جبت بتنجان هنا زي ما انتم شايفين كده وقطعته مكعبات صغيره، حطيت عليه ملح وشويه زيت وهندخله الفرن يعني يتحمر بس من غير ما نحمره في الزيت. بس هنا معايا الحله فيها ميه، احط حبهان واحط بصل وطماطم وملح وفلفل اسود. ده هنسلق فيها المخ تمام. بصلايه، كانش عندي طماطم تانية، كان عندي الصغنونه دي فانا حطيت ديت. كل مش الحال. بس هنا بقى انا كنت منقعه المخ في ليمون وميه. انتوا عارفين المخ عشان يتغسل او تنضفيه بطريقه لازم تكون هاديه جدا علشان خاطر ما يتهريش منك. انا كنت جايبه 2 بس كان ما شاء الله نضافوا حلوين يعني زي ما انتم شايفين كده. كنت نقعبه وصفيته من الميه ونبدا نحطه اهو. بس نسيبهم بقى يتسلقوا نص سلقه، حاجه بسيطه جدا عشان ده ما ينفعش يتسلق فتره طويله والا هيتهرى. بس خلاص انا بقى جبت المصفى عشان اصفيه، طلعه في المصفى على طول. زي ما انتم شايفين كده. لايك وشير بقى للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. انا جبت هنا مصفى عشان اطلعه بالراحه وما يتهريش مني. هو سخن بس كان طعمه جميل جدا يا بنات، ومفيهوش زفاره ولا اي حاجه والله العظيم بصراحه، يعني واحد يقول الامانه يعني كان فعلا طعمه حلو. بس انا كنت بقى سيبته خلاص. نبدا نعمل بقى صلصه المكرونه. نحط توم، معايا توم باودر هنا، احط معاه زيت. والطماطم اللي انتوا شايفينها دي انا كنت جايباها وشقها نصين يعني فتحها من النص. نحط الانشوجه دي انت عارفاها زي السردين اللي هو مملح، بس تبقى اللي زي البسارية الصغنونه دي. بس هنشوحها مع التوم. بنزلها طبعا عشان هي ماسكه في البرطمان. خدت واحده وكلتها بس دي كانت هفاني عليه بصراحه. انا بحبه جدا. ساعات لما بكون جعانه بقى مش عايزه اكل اي حاجه ممكن افتح واحده من دي واقعد اكلها بالعيش بقى وخيار وفلفل. وبصوا بالنسبه لي احسن من انك تاكلي لحمه اصلا يعني، بس مش باستمرار يعني. بس انا كنت خلاص ذوبت الانشوجه مع الثوم ونبدا نحط الطماطم ونغطي عليها لحد لما تبدا تدبل عشان نهرس الطماطم كويس. يعني بقى الطماطم كانت طرت نهرسها. والمخ هنا كنت حطيته على القطاع علشان ابدا اقطعه بالراحه ما يتهريش مني، ان هو برضو يعتبر لسه شويه سخن. هنا بقى بعد ما هرسنا الطماطم نحط عليها التونه. انا حاطه 3 علب دي تونو. عايزه تحطيها معاها حطيها، مش عايزه تحطيها براحتك طبعا، بس انا حبيت اعملها كده ان طعمها كان تحفه بصراحه. بس نبدا هنا نسكتشها نتك على يعني التونه علشان ناشفه شويه. عايزه اوزعها كلها. طريقه المكرونه جميله جدا وهتعجبكم، لازم تجربوها. بس نسيبها شويه، نسيبها شويه على النار. وبعد كده بقى دلوقتي ايه، نسيب البتنجان يبرد. لسه طالعه من الفرن يبرد بس شويه، وبعد كده ايه هعبيه في طبق علشان احطه على الصلصه، بس مش هخليه يغلي يعني، هحطه في الاخر. هنا بقى بنقطع المخ زي ما انتم شايفين. بس كنت خلاص بقى قطعته وحطه في الطبق ان كان شويه برضو سخن لسه. هنا معايا 2 بيضه ومعايا دي باكت مرقه بس بودر حلو. انا حاسه ان هو طعمه احلى من التاني، بس بحط فلفل اسود وملح احسن من المرقه اللي هي مكعبات دي اللي هي بتبقى شويه طريه دي. لكن البودر ده حلو وانا حاساه مش حادق وجايباه من الجزاره برضو. بس نقلب بقى البيض مع بعضه زي ما شايفين كده، نقلبهم مع بعضهم في الطبق.
ونحط معاهم بق لبن، يعني حاجه بسيطه جدا بس كده، ونقلب مع بعض ونبدا بقى ايه، نحط المخ جوه البيض وبعد كده نحطه في البقسماط. كان طعمه ما شاء الله جميل جدا. انا عامه من عشاق المخ، بحبه جدا من ايام ما احنا كنا في بلدنا في اسكندريه هناك، كنت كتير قوي بحبه. وهنا لما كنت باستمرار بروح الجزاره ما بلاقوش باستمرار، يعني مش عارفه ليه، يعني هو لو ما كنتيش توصي عليه ما تلاقيهوش، فانا بالصدفه كنت رايحه ولقيته يعني. بس هنا بقى ايه، هنبدا نحط البتنجان. كنت انا بظبط لكم الكاميرا ما كانتش عايزه تيجي عدل. حط البتنجان هنا، ما جاتش الحته دي كلها عامه، بس انتوا اكيد فاهمين انا بعمل ايه. حط البتنجان على الصلصه بس نقلبهم بقى كويس، ونبدا هنا ايه، بس هنا بقى نحط ايه، ميه المكرونه على النار، ونبدا بقى نحمر المخ. تمام. ميه المكرونه بنحط لها ملح وزيت، شويه بسيطه من الملح وشويه صغيرين من الزيت برضو. هنا بقى بنحط الميه اهو، المكرونه قصدي، اسفه، بحط المكرونه في الميه، والناحيه التانية بقى الزيت بيسخن عشان نبدا نحمر المخ. زي ما انتم شايفين كده. لايك وشير بقى للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. بتمنى فيديوهاتي تكون بتعجبكم، وبتمنى ان شاء الله كمان تجربوا وصفاتي وان شاء الله تعجبكم. هنا بقى بظبط كل حاجه قدامي عشان ابدا ايه، احط المخ في اللبن والبيض، وبعد كده احطه في البقسماط. انا استخدم ايديا عشان انا خايفه استخدم شوكه ويتهرى مني، ان المخ طبعا زي ما انتم عارفين حساس جدا، ما يستحملش اصلا انت تستخدمي بقى بشوكه وكلام زي ده. انا عامه بتكلم كمان على اللي عندي هنا، اللي بعد ما انا سلقته حسيته طري جدا، لازم اكون حريصه جدا وانا بمسكه. نبدا اهو بحطه في اللبن والبيض، وبحطه في البقسماط، ولما اجي احطه في البقسماط مش هلمسه، هحرك الطبق بتاع البقسماط وهو هيمسك لوحده فيه. بعد كده هنبدا اطلعه بالراحه كده وادخله في الزيت. جربوه يا بنات، جميل جدا ومفيد جدا كمان للاطفال. عامل زي كانه فراخ بانيه، لو الاطفال ما بتحبوش عامل زي فراخ البانيه، محدش يقوله من ده مخ. زي ما شايفين كده انا بهزه ازاي عشان خاطر البقسماط يمسك فيه من غير ما ابدا اقلب فيه انا. اهو هنا شايفين اتحمر ازاي، اتحمر بسرعه جدا، ما بي يعني يا دوبك مجرد ما بتحطيه بياخد لون على طول. فالافضل انك ما تسيبوش فتره طويله في الزيت عشان ما يتحرقش. طبعا احنا هنعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. بس خلاص هنا كنا حمرناه كله خلاص، بقى هنا هنبدا ننزل بالصلصه اللي احنا عملناها، اللي هي بالبتنجان والطماطم والانشوجه والتونو على المكرونه، بعد ما صفينا المكرونه طبعا. شوفوا دلوقتي هعمل ايه انا في المكرونه، هحط فيها صلصه تحفه بتاعت الافوكادو. حط الاول الفورماج اللي هو مبشور اللي هو برمجان، وهحط صلصه بعد ما اقلبها. بس الاول هحط صلصه بتاعت افوكادو، هي بالافوكادو مفروم وزبادي وفيها كذا عشبه، بس طعمها تحفه جدا يا بنات. انا هوريكم الازازه اهي، تجيبوها من السلونجه بقى، مش عارفه القرصبين فيها ولا لا بصراحه، بس في اي سوبر ماركت هتلاقوا الصلصات ديت بتبدا تنزل بقى في الصيف عشان تعمل بيها الريزو، اللي هو سلطه الريزو، سلطه المكرونه، اي سلطه اسمها ايه، سلطه خضراء تحطيها عليه، تكوني عامله معاها مثلا بيض، تونه، حط عليه عادي جدا، بيبقى طعمها حلوه جدا في الاكل، بتدي طعم جميل للاكل بصراحه.
اهي الصلصه ديت بقولك عليها هي دي، هنزل بيها بقى كلها كده. جميله جدا، عايزه اقول لكم تحفه. انا عايزه اوريكم الازازه اهي، شايفين؟ بقول لكم هي دي. في منها كذا نوع، في اللي هو بطعم السلموني. انا جبت طعم الافوكادو بصراحه عشان كنت حابه طعمه، بحب طعمه انا. بس نبدا بقى نقلب مكرونه كلها كده. طبعا المكرونه دي سخنه مش مكرونه بارده، وانت كمان ممكن تجيبيها تحطيها على مكرونه ساقعه عادي. بس وده الاكل بتاعنا كان امبارح. ولايك وشير الفيديو عشان اوصلكم كل جديد. وشايفين المخ ازاي شكله تحفه. وبتمنى الفيديو يكون عجبكم. كنتم مع هاجر علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش في اللايك.